انا اعرف الشعب اليمني 28 سنه، هلا ما عندهم برنامج، بضاعه كلام، انهم ما يعرفوا لا في اقتصاد ولا في اداره ولا في سياسه ولا يعرفوا شيء، عباره عن خطباء. واحد خطيب مسجد وتحطه على راس وزاره التخطيط والتعاون الدولي، ازاي يشتغل؟ ولا على وزاره التجاره، ما يعرف ابجديات الاقتصاد. يعني انت حكمت عليهم بالفشل الان في المعارضه؟ طبعا هم فاشلين وانا احكم عليهم، واي قوى مثل هذه القوى هي فاشله. ما لا تترك للشعب ان يحكم عليهم؟ هو حيحكم عليهم يوم 20 سبتمبر سيحكم عليهم الشعب، مش احكم انا. هذه مصادره لحق الشعب الان، والشعب اللي لا شو صادره؟ يعني الشعب اليمني يصوت ولا انا حصوت؟ الشعب اليمني اللي هيصوت. اذا كان يثق فيهم حيجيب لهم اصوات. اذا كان يثق فيهم، لكن كيف واحد يكذب؟ يعني مثلا تزييف الحقائق، عندما يكذب على كل شيء، ان لا تنميه لا كله فساد، هذا كذب. لا طريق لا كهرباء لا جامعه، يخطب في الجامعه اليوم في ساحه الجامعه في الاستاد الرياضي يقول لا يوجد اي تنميه. طيب انت بتمشي في طريق اسفلتيه من عدن الى صنعاء، من مارب الى حضرموت،